أعزائي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم نتكلم عن المشربيات الذي طرحته قبل أو في سنة 2009، واليوم نصور كيف نستفيد من هذه المشربيات، وهو فكرة نفس الفكرة مع مشربيات الهامستر. هذه المشربيات يكون بهذا الشكل، يعلق في القفص بهذا الشكل، والرأس الموجود للتنظيف يكون بهذا الشكل وبهذا الشكل، يعني ما يطلع منها اللي يشبه كرتين، هو اثنين موجود بها. وعندما ننظفها نمسكها هكذا ونسحب هكذا، نسحبها بهذا الشكل، ونقدر نطلع الكرتين أو هكذا حتى ننظفها بشكل جيد إذا كان بها أوساخ، ونرجعها بنفس الشكل بهذا الشكل، ونضغط عليها من هنا ويكون بهذا الشكل. وهذه المشربيات يعني موجود 95 ملم، موجود 90 ملم، موجود طبعا 200 ملم، أنا ما عندي الآن، يعني ما موجود عندي، موجود 400 ملم، وموجود بشكل آخر لتر واحد وهو المطير. وهكذا يكون بهذا الشكل، بهذا الشكل. والاستعمال عندما نضعها على الأقفاص يكون بهذا الشكل، يأتي الطير ويضغط على اللي مثل الكرة، ويطلع ماء نقطة نقطة أو قطرة قطرة بهذا الشكل. الطير يشرب فقط ما يحتاجه. كما نلاحظ كل دفعة يطلع قطرة واحدة وأكو، وهذا الشكل موجود طبعا مو نفس الشكل. لما يضغط الطير بهذا الشكل كما تلاحظون، يضغط الطير طبعا لازم يكون بشكل يكون ارتفاع حتى الطير من تحت يطلع، ويضغط على يضغط هون ويطلع الماء كما تلاحظون. وطبعا هاي المشربيات له ميزات كثيرة جدا، منها الماء يعني ما تستحم، يعني ما تسبح بها الطيور، ويبقى نظيفة لمدة 3 أيام حسب أعداد الطيور بالقفص. وشيء ثاني، هذه المادة اللي مصنوع منها المشربية لا يتأثر بشكل مباشر بأشعة الشمس، وهو مشربية نظيفة يعني تستفيد منها المربي بشكل الكبير. وهذا هو الموضوعنا البسيط اليوم. إن شاء الله أي سؤال بالموضوع نحن في خدمتكم، ولكم مني أجمل تحية.